السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ورمضان كريم. النهارده بقى عملت لكم حاجة حلوة كده جميلة وبسيطة هتعجبكم قوي قوي. حاجة كده مقرمشة من بره وطرية من جوه ومليانة حشوة جميلة جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده احنا عملنا كوب كيك الكنافة محشية كريم شانتيه وفراولة. طبعا موسم الفراولة لازم نستغله. الوقت ده بأي طريقة ممكن تعمليها، بمربى الفراولة عادي، بصوص الفراولة البيروني عادي. تعالوا بقى نشوف الطريقة عملناها ازاي. احنا جبنا الكنافه بتاعتنا، دهنا الكب كيك بتاعنا من جوه كده بالسمنه، وحطينا بقى الكنافه وضغطنا عليها بالكوبايه او بايديكي. ممكن تبلي ايدك كده شويه ميه. انا بوريكم ان انا كنت عملت جزء وسويته بس المقطع ما تصورش. وبعدين حطيت بقى ايه الجزء التاني. شايفين عامله زي الطبق الزق اهو، جميله مقرمشه جدا جدا. اطلعها بقى بس لما تبرد شويه عشان ما تتكسرش مني، ورصيتها في قلب الطبق اللي انا هقدم فيه بالمره. وطبعا اول ما بتطلع بترشي عليها العسل علشان تاخد وتدي في بعضها كده، تبقى معسله ومسكره. فانا الحبه الاولانيين دول انا ما حطيتش عليهم سكر، علشان انا عندي مريض سكر، ما يبقاش بقى ايه الكنافه معسله عليه قوي كده. برضو لازم برضو نراعي اي حد عندنا مريض في البيت، نعمل له حاجه مخصوصه عشان ما يتعبش من الاكل بتاع الحلويات بتاعه رمضان وكده. فطبعا ربنا يعافيكم يا رب. خدت بقى الجزء التاني دوت ورصيته كده في قلب الصينيه زي ما انتم شايفين. وضربنا الكريم شانتيه بكوبايه ميه على 8 كيلو كريم شانتيه. ضربناها كويس قوي قوي بالمضرب بميه متلجه او بلبن، بس بالميه بيبقى النتيجه احلى واجمل يا بنات. ولازم تكون ايه تقيل شويه. بصوا طلعيها بالراحه عشان ما تتكسرش منك. اهو. وانت طبعا طالما دهنه القوالب عمرها ما هتلزق منك. زي ما احنا شايفين هطلع بقى ولا حاجه لازقه اهو. هحط بقى العسل بتاعي في قلب الفنجان نفسه او في قلب القب نفسه جوه الكنافه عشان تبقى مسكره. طبعا احنا هنا عملنا العسل بتاعنا تقيل وحلو زي ما احنا شايفين كده. انا عملت كيلو سكر بالمره عشان يبقى عندي طول رمضان اعمل كنافه، اعمل بسبوسه، اعمل اي حاجه يبقى عندي العسل بتاعي جاهز. زي ما احنا شايفين انا بحط كده عشوائي على كل الكنافه عشان تشرب من العسل بتاعنا. وبسقسق كده بسيط بس على اللي انا ما حشيتهمش سكر، علشان زي ما قلت لكم مريض السكر اللي عندي ابني ربنا يعافيه ويعافيكم يا رب. فطبعا ايه انا برش له كده بس رشه بسيطه برضو. واحنا برضو اللي عايز بقى مسكر احنا بنزود له السكر بتاعه في قلب الكب كيك بتاعه بتاع الكنافه ده. بصوا زي ما انتم شايفين كده جبت الكريم شانتيه ومليت التجويف اللي انا عملته، مليته بالكريم شانتيه. على فكره ممكن يا بنات بدل ما تعملوها بالكريم شانتيه ممكن تعملوا بمهلبيه، ممكن تعملوا اللي هي القشطه يعني. ممكن تحشوها بقى مكسرات. اي حشوه تعجبك هتبقى جميله قوي قوي. في ناس بتسمي ده كب كيك الكنافه، وفي ناس بتسميه عش العصفوره، وفي ناس بتسميه كنافه الفنجان. في اي حاجه بقى تحبوه تسموها سموها. انا قلت بقى انا لا اعملها كده، ده نص كيلو ويطلع لي كميه كبيره. زي ما انتم شايفين اهو انا بكمل بالقمع بتاعي كده، بحط حبه الكريم شانتيه هو عشوائي يعني، مش اي منظر يعني مش لازم تكون بالتساوي منظر معين. لا انت بتحطي كده بس عشان تبقى هي مليانه من جوه الحشوه بتاعتها. وبعدين الكريم شانتيه ده مش محلى، فوالله يا بنات طعمه زي القشطه بالظبط. طعمه جميل جدا جدا. طبعا لازم تجيبي حاجه من عطار مضمون، او بتاع مستلزمات حلويات مضمون عشان يبقى الكريم شانتيه بتاعك حلو. زي ما احنا شايفين الكميه 8 كيلو بالظبط كفه. نص كيلو كنافه. ممكن ان انت تجيبيه سايب، ممكن تجيبي باكو عادي يعني اي حاجه. زي ما احنا شايفين اهوت القمع بقى بحط فيه، ولازم تكون متلجه ولازم تكون متماسكه كده مع بعضها علشان ما تبقاش سايبه منك وتبقى زي الميه. بعد كده تحطيها بقى في التلاجة تمسك مع بعضها. النهارده بقى انا بعد ما حطيت الكريم شانتيه استغليت موسم الفراولة. ممكن تحطي عليها على فكرة حلقات موز، ممكن تحطي عنب، بلح، اللي يعجبك الفاكهة اللي تعجبك وعيالك بيحبوها حطيها، هتنفع بكل حاجة. جبت بقى فراولة وغسلتها ونشفتها كويس قوي من المية، وبعدين قطعتها قطع صغيرة زي ما احنا هنشوف دلوقتي في الفيديو. وابتديت اللي انا ارص الفراولة بتاعتي على الكنافة وعلى الكريم شانتيه زي ما شفنا في اول الفيديو. شكلها جميل جدا وطعمها جميل. وشوفي بقى انت لو رحتي جبتي طبق الحلويات ده في رمضان من اي محل شوفي هتجيبيه بكام. طبعا احنا وفرنا وعملنا في البيت وعملنا بالسمنه بتاعتنا الجميله، وكل حاجه كده معموله في البيت بايدك. وفرحي عيالك كده وفرحي ضيوفك، وقدمي كده حاجه حلوه بعد الفطار، يحلى الكلام ويحلى الحاجه الحلوه. وان شاء الله كل سنه وانتم طيبين، واعمل لكم حاجات حلوه كتير قوي. وانتظروني في فيديو جديد باذن الله هقدم لكم
حلويات رمضانيه سهله وبسيطه وعلى قد الايد، للمبتدئين خالص اللي حتى ما بيعرفوش يخشوا المطبخ. وعلى فكره اللي بتعمل الكنافه دي بنتي، انا دخلتها المطبخ بقى عشان دي تتعلم بقى لما تتجوز كده تقدر تعمل، هي اللي شغاله على فكره. انا بس الصوت بس هو اللي بتاعي، هي اللي عملتها كلها من الف للياء. واقول لها تسلم ايدك يا شوشو، جميله جدا جدا. وصراحه ربنا يعني فلحت. انا بعودها على المطبخ، وهي عامله لنا اول يوم رمضان الفطار كله. هنزله لكم بقى واوريكم بقى اكلها، واوريكم الاكل بتاعها اللي هي عملته. طبعا هي اللي قالت لي يا ماما انا هريحك النهارده، وانا اللي عليا الحلويات وانا اللي عليا الاكل. طبعا انا بس بديها بس يعني ارشادات بسيطه كده لو حاجه وقفت معاها. فبسم الله ما شاء الله الكنافه طلعت زي العسل، وبالهنا والشفا لكل اللي كلوها. وصراحه ربنا يعني بصي حاجه بسيطه، ما تكتريش عشان الحاجه تتاكل. يعني هو كفايه نص كيلو، لو انت اسره صغيره يبقى هو ربع كيلو. هي عاملاها كده عشان اختها جايه وولادها، فيا دوبك يعني لو كل واحد خد اتنين هتبقى يا دوبك كده، وما تبقاش حاجه كتيره والعيال يزهقوا ويرموا فيها هنا وهنا وهنا. وخفيفه كده ولذيذه وطعمها حلو. فيا رب تكون عجبتكم، واتمنى ان انتوا تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات عملت معاكم ايه، طلعت كويسه طلعت ناجحه. ورمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين. وتقولوا لي متابعيني منين، وشيروا بقى الفيديو عشان اصحابنا وحبايبنا يعملوا الحاجه الحلوه اللي احنا عملناها دي، كنافه الكب كيك الطعمه الجميله. تسلم ايدك يا شوشو، وخلي بنتك تخش المطبخ، وقولي بقى لبنتك كده حاجتك حلوه وجميله، وشجعيها. ونزلي لها كده الحاجه بتاعتها على الصور على اليوتيوب لو انت عندك قناه او كده. سلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين، واستنوني في فيديو جديد وحلوه من حلويات رمضان. سلام عليكم.